مفاجآت كتيرة في تشكيلة منتخبنا الوطني. أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة العميد حسام حسن تشكيلة لقاء منتخبنا من بوركينا فاسو. التشكيلة اللي شهدت عودة مروان عطية للعب أساسي مع منتخبنا، وآخر ماتش كان لعبه مع النادي الأهلي كان أمام بالميراس في كأس العالم للأندية. من ساعتها مروان كان بيعاني من الإصابة، وده أول ماتش شارك فيه. المفاجأة التانية هي أحمد عيد. كده عندنا اتنين باك يمين، محمد هاني وأحمد عيد. مين فيهم اللي هيكمل قدام ومين اللي هيفضل ورا؟ وعندنا الناحية التانية اتنين شمال، محمد حمدي وأحمد نبيل كوكا. يا ترى مين فيهم اللي هيكمل قدام ومين اللي هيفضل ورا برضه؟ طبعا العميد لو كسب التشكيله دي وقدر يوصل بينا ان شاء الله لكاس العالم، المحللين هيطلعوا لك ده الفيلسوف، ده جوارديولا، ده مورينيو، ده كلوب، ده الفيلسوف عصره، وكله هيمدح فيه للصبح. اما لا قدر الله لو خسرنا، كله يطلع يقطع في فروته اللي ليه واللي مالوش، ازاي ما قعد زيزو على الدكه، وازاي ما بدأش بمصطفى محمد، والكلام اللي ما باكلش عيش ده، وانتوا كلكم عارفين مين اللي بيتكلم. في النهايه ملناش غير الملعب، وكل التوفيق لمنتخبنا، وان شاء الله نوصل كاس العالم مع العميد.